السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بتمثل عنق الزجاجة بالنسبة للاعيبة الأهلي بعد 3 نتائج و3 ماتشات نتائج مخيبة للأمال. 5 بونت من 9 بونت. الأهلي تعادل مع فيوتشر، تعادل مع سموحة، وكسب فاركو في الوقت الضايع. لعيبة الأهلي مستواها مغزي. إدارة فنية للنادي الأهلي، إدارة مارسيل كولر بصراحة إدارة فنية ضعيفة جدا في ال3 ماتشات. مفيش حلول، تأخير في التغييرات، فمش عارفين. أنت النهاردة هتلعب ماتش مهم جدا مع فريق رزل، مع فريق رخم بمعنى الكورة، كلهم لاعيبة الكورة، لاعيبة كويرة. بداية محمد بسام بيجي في ماتشاتك أنت ويقلب مانويل نوير، بيبقى أحسن حارس في العالم. ما عندهم لاعيبة كمان مميزة في كل الخطوط. فيه رجب نبيل ورجب عمران، في خط النص فيه محمد توني، في محمد ابراهيم لاعب كويس جدا. خط الهجوم محدش يقدر يتكلم عليه لان خط الهجوم تقيل جدا، احمد ياسر ريان وجون ايبوكا. فنشوف النهارده النادي الاهلي هيقدر يتعامل كويس وهيقدر يفوز بالماتش، ولاعيبه الاهلي هتقدر تنزل وتعبر عن نفسها وتضغط وتوري الناس ان اللي فات ده كان الكبوه. لان بصراحه مستوى لعيبه النادي الاهلي مستوى مغزي جدا، مستوى مغزي جدا. اللاعب وانا بقولها على طول وهفضل اقولها، اللاعب في النادي الاهلي ما عندوش مبرر انه يبقى وحش. كل حاجتك بتاخدها، كل مستحقاتك بتاخدها، متوفر لك كل عامل وكل عوامل النجاح. كل عوامل النجاح متوفره للنادي الاهلي. مش هنبص على البوست بتاع ايمن اشرف ولا البوست بتاع قفشه ولا الناس دي احنا عايزين اللعيبه ترجع لمستواها، ترجع للنتائج الكويسه جدا، ترجع للنادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه بالمنظر ده. ما ينفعش يعتذروا احسن. ده بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. مارسيل كولر يا ريت ما تاخرش التغييرات، يا ريت تبدا بطريقه صح، يا ريت تبدا بخطه، يا ريت اللاعب اللي ما يلعبش من اول ماتش كويس طلعه، ما تستناش للدقيقه 77 والدقيقه 78 هينزل يعمل ايه في 13 دقيقه ولا 12 دقيقه. بصراحه مارسيل كولر بعد الرجوع من فتره التوقف مش موجود، لا هو ولا لعيبه الاهلي. المفروض ان اللعيبه دي مريحه. ازاي اصلا اللعيبه دي راجعه مش قادره تقف على رجليها؟ عمرو السوليه في ماتش سموحه من اول ماتش مش قادر يقف، مش قادر يجري، كل كرة بيستلمها بيلعب طويل على طول. فإن شاء الله كل جمهور النادي الأهلي مساند للنادي الأهلي ولاعيبة الأهلي ومارسيل كولر وكل فرد في منظومة النادي الأهلي يتمنى إن النادي الأهلي النهارده يكسب ويحافظ على الفارق، لأن الزمالك لسه يلعب بكرة مع الإسماعيلي. طبعا دي نتيجة معروفة ومضمونة بالنسبة للزمالك. لعيبة النادي الأهلي لازم تحافظ على الفرق اللي هو 2 بونت، وان شاء الله لعيبه الاهلي هتقدر ترجع صورتها كويسه قدام الجمهور وترجع ثقه الجمهور فيها تاني قبل كاس العالم للانديه. كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي حطها حلقه في ودنك، انت اللي تقدر تفوق نفسك وانت اللي تقدر تفوق الفرقه. داخلين على كاس العالم للانديه بالمستوى ده ما تروحوش احسن. مارسيل كولر يا ريت لو سمحت دوس على اللعيبه شويه، اللعيبه بدني تعبانين. ما ينفعش ماتش فيوتشر بنتعادل مستوانا وحش الفرقه بتلعب اللي قدامك فيوتشر بيلعب ناقص من الدقيقه 25 تقريبا، طرد عمر كمان عبد الواحد. ماتش فاركو بتكسب بالعافيه، ده اداء وحش. ماتش سموحه مفيش خالص، مفيش هجمات. اول هجمه للنادي الاهلي في ماتش سموحه في الدقيقه 60. النهارده انت هتلاعب تيم كويس، تيم بتاع كوره. محمد ابراهيم لاعب كويس جدا، جون ايبوكا واحمد ياسر ريان لعيبه تقيله جدا، لعيبه تقيله بمعنى الكلمه. محمد بسام، محمد توني في نص الملعب، رجب عمران خط الدفاع كويس، فرقه كويسه. واي فرقه بتلعب كل ماتشاتها وحش تيجي قدام النادي الاهلي وتركز وتلعب، اللعيبه بتسوق نفسها. فيا ريت تخلص الماتش بدري وهننتظر ان شاء الله بعد ماتش سيراميكا ونشوف هتعملوا ايه. انتوا اللي هتفوقوا نفسكم ولا هتفضلوا في الاداء المتردي ده طول الماتشات؟ 3 ماتشات ورا بعض الاداء وحش جدا، بعد رجوع من الايقاف الاداء وحش جدا. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهارده ويفوزوا ويقدموا اداء كويس ونشوف روح عاليه وقتال من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وروح الفانلة الحمراء ترجع النهارده ان شاء الله في ماتش سيراميكا وياخدوا ال3 بونت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.